لو انت قللت من نفسك كتير قدام شخص وحاسس ان انت ندمان وان شكلك وحش قدام نفسك وقدامه وعايز تتخلص من احساس الندم ده، بعد الفيديو ده هتتأكد ان احساس الندم ده كله وهم. ليه بقى؟ اول حاجة لازم تبقى عارف ان الشخص اللي انت قللت من نفسك قصاده او بتجري وراه هو مش ملاك، هو كمان مقلل من نفسه قصاد حد وبيجري وراه والحد ده مش معبره. لما تحط في دماغك ان زي ما انا بقلل من نفسي في وقت معين انا ضعيف فيه، نفس ذات الشخص ده بيقلل من نفسه في موقف تانية او في وقت تاني هو بيكون ضعيف فيها. يعني احنا مش ملايكة وهو مش قوي زي ما هو موضح لك كده. فلما تحط في دماغك ان الشخص اللي شايفك كده انت كمان شايفه كده بس من جهة تانية، هتحس ان انت ما عملتش حاجة بره طبيعة البني ادمين. تاني حاجة لازم تبقى عارفها ان دي مش شخصيتك الحقيقية. يعني ما تحسش بقى ان انت وحش وان انت شخصيتك وحشة وثقتك بنفسك تقل. لا، انت شخصيتك الحقيقية بتبقى امتى؟ لما انت تبقى كويس ومفيش حاجة مغطية على عقلك بتخليك تعمل تصرفات مش كويسة، لكن في حاجة جت غطت على عقلك وأثرت عليه، هو ده اللي هتلاقي نفسك فيه من غير ما تحس بتعمل تصرفات انت مش راضي عنها. والدليل انك بترجع تفوق لما خلاص اللي كان مغطي على عقلك ده مبقاش موجود ومبقاش مأثر عليك. تالت حاجة، سيبك من الموضوع بقى كله وركز في فكرة واحدة بس، ان كان في موقف حصل خلاك ان انت تتصرف تصرف معين. بعد ما خرجت من الموقف اتعلمت ان انت بعد كده تبقى مشغل عقلك في المواقف اكتر من قلبك، وان مفيش حاجة تكون مغطية على عقلك، وان انت عمرك ما كنت هتتعلم غير لو اتحطيت في الموقف ده بالذات. يعني كده كده لو انت ما اتحطيتش فيه قبل كده كنت هتتحط فيه بعدين، عشان لازم تتعلم منه، لان انت اكيد مش هتطلع متعلم لوحدك.